في ال3 سنين الأخيرة الرينج لايت طلع ترند، بقى يستخدمه فئات كتير من الناس زي المصورين، زي الميك اب ارتست، زي اليوتيوبر، زي الشباب اللي بتصور على التيك توك. والنهاردة أنا جاي أعلمك إزاي تعمل الرينج لايت بأقل تكلفة ممكنة وأنت قاعد في بيتك. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم فوتوغرافر اسلام عزت، والنهارده فيديو جديد. سنة جديدة 2021، ان شاء الله تكون سنة خير ونجاح على الجميع. بقالنا فترة طويلة ما عملناش فيديوهات، والنهارده انا هعمل فيديو جديد وهعلمك ازاي تعمل رينج لايت بأقل تكلفة وانت قاعد في البيت. هنحتاج شوية حاجات بسيطة هي ممكن تكون متاحة عند أي حد في البيت. كل اللي هنعمله النهاردة ممكن أي حد في البيت يعمله بسهولة جدا ومش مكلف خالص. خلينا نعرف احنا محتاجين ايه النهاردة معانا عشان نعرف نعمل الرينج لايت، ويلا بينا نشوف الأدوات اللي احنا هنستخدمها النهاردة مع بعض. دي شوية حاجات هنحتاجها معانا النهاردة عشان نعرف نعمل الرينج لايت. هنستخدم مفك صليبة زي ده، هنستخدم فرش كوتشي او جزمة عندك زي ده، وهقول لك طبعا هنستخدمه في ايه دلوقتي. هنحتاج مقص، هنحتاج بكرة دبل فيس زي دي او اي حاجة عندك، هنحتاج علبة كليبس زي ده بتشتريها عشان تمسك بيها سلوك الكهرباء في الحيطة او حاجة زي كده، بتبقى عند الكهربائي رخيصة جدا، العلبة بتكون ب10 جنيه. هنحتاج سبراي اسود زي ده، هنحتاج مسدس شمع هنلزق بيه شوية حاجات، وكان عندي مسدس قديم شوية بس هينفعني. هنحتاج مسمار زي ده بيكون اسمه مسمار 10 بالصامولة بتاعته، ده موجود عند أي موان. هنحتاج ليد ستريبس، لو مش عارف يعني ايه ليد ستريبس هتلاقيني عامل عنها ريفيو هيظهر في الآية اللي على اليمين دلوقتي. دي عبارة عن شريط ليد بينور كذا لون RGB، تقدر تتحكم فيه بالريموت. هنحتاج شمع عشان نلزق بيه مع مسدس الشمع. هنحتاج نعمل قطعة زي دي عند الحداد، وهقول لكم الجزء ده عبارة عن ايه وهنستخدمه في ايه بالظبط. هنحتاج ستاند زي ده بيتباع عند اي ستور بتاع موبايلات او كاميرات. واخيرا هنحتاج جزء خشبي زي ده بيكون حوالي 40 سنتي. هقول لكم ده بتجيبوه منين وهتعملوه بالشكل الدائري ده ازاي بالظبط. طيب يا جماعة، انا دلوقتي هعرفكم القطع اللي احنا هنستخدمها النهاردة هي ايه بالظبط. اول قطعة معانا هي القطعة الحديد دي. الحديدة دي عبارة عن حامل الرينج لايت، بيكون طولها 30 سنتي، بيتني منها 5 سنتي من الجنب ده و5 سنتي من الجنب التاني، وبيتحط فوقيهم زي صاجة بتتلحم عند الحداد عشان تقدر تحط عليها الموبايل من فوق أو الكاميرا. من النص بيكون فيه 3 فتحات هنا أو 4 زي ما انت ما تحب. الفتحات دي بتفتحها على قطر المسمار 10 اللي هو ده، بيجي معاه الصامولة بتاعته. ومن تحت بتعمل زي صامولة عشان تقدر تركب عليها الستاند. انت ممكن عند الموان تقوله انا عايز عصفورة بالمسمار بتاعها يكونوا 10، دي عشان تقدر تركب الستاند عليها وتعرف تشيل الرينج لايت على ستاند او ترايبود صغير. بالنسبة للمسمار اللي فوق ده مسمار 10 برضو بالوردة بتاعته تحت. استخدام المسمار ده بيكون عشان تقدر تثبت عليه الكاميرا بتاعتك، او لو معاك مشبك بتاع الموبايل او مشبك السيلفي ستيك. بعد ما تخلص كل حاجة عند الحداد وتخلص السكوب او الفتحات اللي انت هتعلق منها
الرينج لايت على الحديدة، بتجيب ازازة سبراي ب15 جنيه او 10 جنيه وبترش الحديدة بالمنظر ده، لون اسود، عشان يبقى شكلها مريح للعين ويكون شكلها شيك. وبالمناسبة الحديدة دي هتبقى ورا الرينج لايت، فهي مش هتبان قوي، هي وظيفتها الوحيدة بس اللي انت هتقدر تثبت الرينج لايت على الستاند ده. تاني قطعة معانا هي القطع الخشب، ده بيكون خشب MDF او الخشب الكونتور. ده بتروح لورشة خشب او نجار بتقول له انا عايز قطعة من الخشب MDF او الكونتور، قطرها بيكون 50 في 50، هي مربعة. بعد ما تشتري القطعة الخشب دي بتطلب من النجار يقطع لك زي دايرة داخل المربع ده، بيكون قطرها حوالي 40 سنتي، وتخليه يعمل لك فيها تجويف من جوه، بحيث لو انت حابب تدخل الكاميرا من هنا فوق الستاند تقدر تعمل ده. بعد ما خلصنا القطع الخشب عند النجار وعملنا جواها دايرة قطرها حوالي 40 سنتي وخدنا جواها تجويف بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هنجيب الفرش اللي احنا قلنا عليه، هنقطع منه جزء بالمنظر ده. القطعة دي قطعناها بناء على ايه؟ القطعة دي هتكون المسند اللي هيتحط عليه الكاميرا او المشبك بتاع الموبايل بالشكل ده. هنخلي المسند دلوقتي على جنب لحد ما نسخن المسدس الشمع. بعد ما مسدس الشمع سخن دلوقتي هنجيب القطع الحديد، هنحط فيها شمع من تحت بحيث نمسك الجلدة فوق الصاجة بالشكل ده. فايدة الجلدة اللي محطوطة فوق هنا على الصاجة عشان الصاجة ما تجرحش في جسم الكاميرا من تحت لما تيجي تربط المسمار عليها. وبعدين هنبدأ نثبت الليد على الرينج لايت من بره. ده الليد ستريب اللي احنا كنا عملنا عنه ريفيو قبل كده. البكرة دي بتكون 5 متر، يعني هتكفي الرينج لايت وزيادة، ودي تقدر تتحكم فيها في درجات اللون، تقدر تعمل ميكس بين لونين، تقدر تختار لون معين، تقدر تعمل فلاش، تقدر تعمل فيد، تقدر تعمل كذا افكت في الاضاءة. هوريكم كل ده بعد ما نخلص الرينج خالص. خلينا دلوقتي نحاول نثبت الاضاءة على الخشب وبعدين نشوف شكل الليد هيكون عامل ازاي. شريط الليد بيبقى فيه دبل فيس زي ما انتم شايفين كده، بس الدبل فيس بتاعه بيبقى الصمغ فيه ضعيف شوية، فهنجرب نلزقه. لو لزق تمام، لو ما لزقش انا جايب بكرة دبل فيس عشان نثبت الليد كويس على الرنج من بره. هنكمل بقى لف باقي البكرة على القطع الخشب لحد ما نخلص ال5 متر كلهم، وهخلص لزق البكرة كلها وبعدين اوريكم شكل الرينج لايت في الاخر شكله بقى عامل ازاي، وهفرجكوا على الاضاءة وهفرجكوا على الافكتس اللي تقدر تعملها، وخليني اخلصه بعدين اوريكم الفاينل. للأسف القفيز منفعش يمسك الليد عشان قطره قصير شوية، ففي حل بديل اللي هو بكرة اللزق العادية العريضة. أنا هحاول ألزق الليد بيها دلوقتي كل منطقة كده ونشوف هينفع معانا ولا لأ. ده شكل الرينج لايت بعد ما خلص. ده شكله. طبعا اللزق خلاه محكوم أكتر. خلينا نجربه ونشوف النتيجة.
دلوقتي انا هطفي الاضاءة دي وهعتمد على اضاءة الرينج لايت بس اشوف التجربة نجحت ولا فشلت. خلينا نطفي النور ده ونشوف. دلوقتي انا طفيت الاضاءة الاساسية اللي انا معتمد عليها، وهجرب اشوف هل الرينج لايت ظبط ولا ما ظبطش. وخلينا ندوس اون. وانا كده معتمد على اضاءة الرينج لايت بس. اقدر اغير اضاءة الرينج اي لون انا حابه واي درجة اضاءة زي ما انتم شايفين. في 16 لون تقدر تغير ما بينهم، وفي effects زي دي تقدر تبطئ الحركة او تسرعها. كده انا مبطئها، كده انا مسرعها. اشتغل وزي الفل. ده احلى وضع فيهم انا بحبه. بيديك افكت بين الالوان كلها، درجات الالوان كلها. تقدر تسرع الحركة زي كده او تبطئها. وفي افكتس تانية زي دي، مش شايفين حاجة طبعا. خلينا نكمل الرينج لايت ونقفله ونثبته على الستاند ونصور بيه هو فعليا الفيديو نفسه، ونختم بيه الفيديو ونشوف شكل الفيديو هيطلع عامل ازاي من الرينج لايت مباشرة. انا دلوقتي هفك الجاك بتاع الادابتور من الرينج لايت زي كده. انا دلوقتي هقلب الرينج لايت على وشه التاني عشان اقدر اثبت هنا المسند اللي هيتحط عليه الستاند بالطريقة دي. هركب عليه القطع الحديد. عشان يبقى معانا شكل الرينج لايت بالمنظر ده، بالشكل ده قدامكم. اخر خطوة هعملها دلوقتي، هحاول اثبت الادابتور في القطع الحديد من هنا بحيث اللي هو ما يتحركش كتير، واقدر افصل الادابتور عن الليد ستريبس في اي وقت براحتي. هحاول اعمله بالدبل فيس. لو الدبل فيس ما لزقش هحاول معاه بالقفيز. هو لزق معايا بس زيادة امان هعمله بالقفيز برضو. ده شكل الرينج لايت بعد ما خلص. خليني احط الرينج لايت على الستاند واخلي الكاميرا تصور الرينج لايت وتصورني، ونشوف شكل الاضاءة وشكل الفيديو هيكون عامل ازاي. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بصور بالرينج لايت على الموبايل والكاميرا ورا بتصورني. هوريكم دلوقتي الدرجات بتاعة اللايت بتاعة الرينج لايت نفسه. في الازرق، جرين، اخضر، احمر، برتقاني، لبني، لبني فاتح، بامبا، اخضر فاتح، بيربل، بامبا، برتقاني فاتح، لبني فاتح. درجات كتير. تقدر تتحكم بالريموت ده في كل اوضاع اللايت زي ما انتم شايفين. 16 لون وفي كذا افكت تحت على اليمين تقدروا تشوفوا. بتحكم فيه براحتي. اقدر ارفع الاضاءة، اقدر اقلل الاضاءة زي كده. تقريبا اضاءته كافية جدا ان انت تقدر تطلع بيه ستريم او لايف. لو عايز تعمل كونتنت على اليوتيوب مثلا تقدر تعمل افكت زي ده، او فلاش زي ده، او فيد يقلب لك بين الالوان كلها. ممكن الافكتس دي تنفع لفيديوجرافر مثلا، حد بيعمل كونتنت مختلف او عايز شكل اضاءة مختلف. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. وانت النهاردة اتعلمت ازاي تعمل رينج لايت بنفسك في البيت
بأقل إمكانيات ممكنة وبحاجات بسيطة جدا ممكن تبقى عندنا في البيت، والتكلفة تقريبا راحت ل100 أو 150 حاجة زي كده. في ناس بتعمل الرينج لايت بأقل تكلفة ممكنة وبطرق تانية سهلة أسهل من دي بكتير، زي مثلا طريقة إن أنت تجيب خرطوم الكهرباء اللي لونه برتقاني، تجيب منه مثلا حوالي 3-4 متر وتعمله على شكل دايرة وتلزق فيه من بره سلك ليد اللي هو المتر ب7 جنيه أو 8 جنيه وفيشة. بس كده، ده كده هيبقى رينج لايت، بس طبعا اضاءته بتبقى مختلفة عن اللي انا عملته النهاردة كتير. فاللي حابب يعمل الطريقة دي يعملها، واللي حابب يعمل الطريقة التانية يعملها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد وتقدر تشوفه على طول. واستنوا طبعا الفترة الجاية فيديوهات كتير جدا ان شاء الله تعجبكم. وبس كده، كان معاكم فوتوغرافر اسلام عزت. سلام.